سقوط 7 أبراج كهرباء في نجع حمادي، والأمن يكثف الجهود لضبط المخربين. الخبر ده وصلنا اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 من جريدة وموقع صدى البلد، حيث تسببت أعمال تخريب نفذها لصوص في سقوط 7 أبراج كهرباء ضغط عالي بنجع حمادي شمال قنا، نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى. وتلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اختارا من غرفة العمليات يفيد سقوط 7 أبراج كهرباء بقرية الغربي بهجورة بالقرب من دير الأنبا بضبة بنجع حمادي، ويتسبب سقوط أبراج الكهرباء في سقوط 13 كابل كهرباء على شريط السكة الحديد وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بأبراج الكهرباء. وانتقلت قوة أمنية والجهات المعنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف وتقدير الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة مرة أخرى. تحرر محضر بالواقع، واختارت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.